خايفة بعدين أكره حياتي معاه وأحس إني مش مبسوطة علشان هو مش موفر لي كل اللي أنا عايزاه. طريقة التفكير دي محتاجة تتغير وتتنسف من الأساس عشان أكون معاكي صريح. لأنه مفيش زوج على وجه الأرض هيقدر يوفر لك، لو أغنى راجل في العالم هيوفر لك كل اللي أنت عايزاه طول الوقت. ليه؟ لأنه مفيش حياة ثابتة. مفيش. هو وارد ان هو يكون عم يوفر لك كل اللي انت عايزاه دلوقتي وتحصل عنده مشاكل في الحياه ما يعرفش يوفرها لك، يحتاج ان مساعده منك ويحتاج دعم منك، فانت اللي بتوفري له وقتها. ممكن في وقت من الاوقات حاجه واحده بس هو اللي مش عارف يوفرها، حاجات تانية عارف. الحياه ما بتتقاسش كده. الحياه ما بتتقاسش انه ان انت توفر لي وانت تعمل لي ده عمره ما هيكون مناسب اصلا لتكوين بيت واسره. مش هينفع خالص. عشان البيت والاسره دي تتبني وتبقى عارفه ان انت اصلا تخش في علاقه صحيه، ان انت تبقي عارفه الشخص المناسب مش اللي يوفر لك اللي انت عايزاه. الشخص المناسب هو اللي انت تعرفي تشاركي معاه حياتك. الشخص اللي انت تبقي عايزه تغيري من نفسك وتطوري من نفسك علشان تعرفي تكملي معاه. ايه ده؟ هو انت محتاجه تعملي حاجه علشان تعرفي تكوني في علاقه ناجحه؟ اه طبعا. لانه يا جماعه مفيش توأم الروح، ده مش موجود. انه اي حد علشان يعرف يكون بيت واسره هيتغير، راجل كان او ست هتتغير علشان تعرف في حاجات تتماشى مع الشخص اللي قدامك، لان انت ما اتخلقتش لشخص. ما لو كل واحد خلق لشخص خلاص المساله مساله ايه؟ تجارب، اللي بعده اللي بعده اللي بعده. مش كده. العلاقات بتتبني بالتغيير. طب بس سؤال، ايه اللي يخليني انا اغير من نفسي عشان شخص انا مش واثق فيه ان هو هيكمل معايا؟ وهي دي المخاطره في العلاقه. وبالتالي دي الخبره اللي البني ادم محتاج يكونها. احسن طريقه يكونها بيه ان هو يلاقي اهله او يلاقي ناس اهل ثقه يتعلم منهم ازاي يختار شريك الحياه بدل ما يعك في علاقات كتيره من غير لازمه. وبالتالي الحل ايه؟ الحل او الحاجه اللي البني ادم محتاج يدور عليها لما يجي يختار شريك الحياه اللي يحب يتغير علشان يكمل معاه، انه يلاقي شريك عارف يتواصل معاه، عارف يحل معاه مشاكله، عارف ان هو يظهر نفسه قدامه بدون خوف وبدون تجميل، قادر ان هو يطلع كل افكاره، يعري نفسه فكريا قبل ما يعري نفسه جسديا. تاني حاجه ان هو عنده المبادئ المشتركه اللي نقدر نحن تعيشوا مع بعض وانتم مرتاحين. ان انتوا عندكم الطموحات في المستقبل المقتنعين بيها مع بعض، اللي عارفين تكملوا بعض، ما تبقاش طموحاتكم بتفرقكم عن بعض، لا بتكملوا. يعني فبالتالي هي حياه مستقبليه مجهوله فيها الحلو والمر، انما هو اختيار ان احنا هنعيشها مع بعض علشان في نسبه كبيره قوي ان احنا ننجح مع بعض علشان احنا عايزين بعض، مش عشان يوفر لي.